ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده مش عارفين نعمل اكل ايه، عايزين نعمل اكله حلوه وموفره وبرضه مغذيه. بصي يا ستي، عندك كوبايتين شوربه مش لاقيه لهم صاحب، اوعي ترميهم، بس اهم حاجه تكون شوربه لحمه او شوربه بط، او يعني شوربه دسمه شويه. تمام. ومعانا بصلايه، ومعانا 3 معالق دقيق وعليهم نص نشا، وكوبايه لبن، وكوبايه زبادي لو متواجده عندك، مش متواجده خلاص. بس انا ما شاء الله ولا البصل ولا الدقيق باينين في الاطباق. ماشي، هنعمل أكلة سهلة بس هي فيها تركية، لو ما ظبطتيهاش كل الأكلة هتبوظ معاكي. نسمي الله ونبدأ كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنحط حلة على النار ونحط فيها يا ست الكل معلقتين سمنة. أنا بحط طرف زيت مع السمنة عشان بس ما تتحرقش، سمنة أو زبدة أيا كانت يعني. انتي مش عايزة تحطي سمنة أو تحطي زيت ماشي، بس يعني ايه، حاولي معلقة سمنة معاها، ولو سمنة بلدي هتوديلك بقى الوصفة في حتة تانية خالص. نحط بقى يا ستي البصلايه مقطعينها كده مكعبات صغننه خالص، زي بصلة الرز بتاع السمك كده بس اكبر شويه، وتحمريها بقى ولحد ما تاخد لون معانا هنا كده. وطي النار طبعا مش قوي. نرجع بقى في طبق نحط كوبايه اللبن. كوبايه اللبن دي عاديه يعني، مش سخنه ولا ساقعه. ونحط عليها 3 معالق دقيق ونص نشا. هقولك حطينا نص نشا هنا ليه، احنا هنعمل كشك مصري. فالكشك فيه ناس كتير بتحط فيه رز على اساس النشا بتاع الرز يمسكه، فاهماني؟ وفي ناس ما بتحطش خالص، وفي ناس ما يعني بتكتفي بالدقيق، وفي ناس بتكتفي بالزبادي زي ما انا عملت كده، كوبايه اللبن بالدقيق بكوبايه الزبادي، وتقلبيهم وتركنيهم على جنب شويه كده يتخمروا لحد ما عندك الشوربه تغلي والبصله تحمر. تمام. هتركنيهم على جنب. بعد ما تقلبيهم كويس تتاكدي ان الدقيق والنشا داب كويس جدا، والزبادي مفيش حاجه مكلكعه. هنا البصله هي ابتدت تاخد معاكي لون، عايزين نغمقها شويه كمان عن كده زي ما انت شايفه. بس الاسباتيولا دي ما تعمليش بيها لان بتعمل فوم كده وما بتخليكيش اصلا تشوفي الحاجه كويس. بعد ما احمر معانا ما تحرقيش البصلايه علشان خاطر ما تغمقلكيش الكشك. تمام. ركزي في الحته دي كويس قوي عشان التركات دي هي اللي بتخلي لك الوصفه كويسه. بنسيب بقى كده بتاع نص معلقه بصلايه مثلا في شويه السمنه دول. ننزل بقى عليهم بالشوربه بتاعتك، دول كوبايتين شوربه. تمام. شوربه لحمه، عندك كوبايه شوربه عادي ممكن تعملي بيها، مفيش مشكله خالص. هي اصلا لو عملت بيها الناس بتعمله والله بتعمل طبق بس، فاهماني؟ بس الوصفه دي هتعمل لك يعني 3 اطباق كويسين. بعد ما الشوربه هنا غليت دقتها لقيتها محتاجه شويه ملح شويه فلفل. انت طبعا الشوربه متظبطه من قبل ما تحطيها، ساعه ما انت كنت سلقه فيها بقى ايا كان اللي انت سلقاه، لحمه او فراخ او بط. تمام. تقلبيها كويس. بعد كده بقى هتنزلي بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو ايه، اللبن والزبادي والدقيق ونص معلقه نشا. تمام. وتقلبي بقى يا ست الكل كده، تنزلي واحده واحده وتقلبي. هنا بقى الفكره في التقليب، معلش هو بياخد شويه تقليب شويه، بس معلش يعني ما تزهقيش، خليكي واقفه عليه شويه، قلبي عشان تاخدي نتيجه كويسه. هنا بصي الكشك ما شاء الله لونه فاتح معايا ازاي، ابتدى اهو سمكه يتغير معايا. احنا عايزين نعمله سمك البشاميل يا جماعه، بس مش تقيل، سمك البشاميل اللي هو تحسيه كريمي ده، لان الكشك من الوصفات اللي لما بتستريح او تحط في التلاجة بيتقل وبيمسك نفسه. فيعني بلاش الخطوه دي عشان خاطر بعد كده ما تلاقيهوش مجبس معاكي او قافش كده، فاهماني؟ بصي هنا عملنا خط في المعلقه ما بينزلش على بعضه كده. تمام. نفس سمك البشاميل كده الخفيف بتاعك، عايزه تقليه شويه كمان عن كده براحتك، بس ما يبقاش ايه، لوكشه، فاهماني؟ ما يبقاش مهلبيه، لا، لان هو لما يقعد هيمسك. بس بقى يا ست الكل، وصفه سهله وبسيطه ما خدتش وقت الا في التقليب، بس معلش استحملي شويه. هتحطي بقى في الاطباق عندك. ماشي. هنا بنتي كانت منهارة شغالة اغاني، معرفش مالها، نفسيتها تعبانة معرفش من ايه. نفسي اعرف ايه اللي تعب نفسية بنتي، دي لسه في اعدادي. بعد كده بقى البصل اللي احنا حمرناه في البداية هتحطيه بقى على الوش يا ست الكل كده. بصي هو لو مية، لو انت متخيلة ان هو مية، البصل مش هيثبت كده، هتلاقي البصل بيعوم تحت. لكن هو كده خلاص الحمد لله. واستني بس عليه نص ساعة او حطيه في التلاجة هتلاقيه مسك نفسه وزي الفل معاكي. بصي وصفة ما بتاخدش وقت خالص، هي بس التقليب اللي هتقعدي فيه شوية زي البشاميل بالظبط. هنا انا كنت بضحك على بنتي. لميس منهارة، بس انا ماليش دعوة، انا خليني في الكشك بتاعي.
ندوقوا بقى عشان نقول لكم ايه حلو ولا وحش. كانت مشغله هنا اغنيه الليسي اللي هي الغل مني هريكو، فانا كنت بقول لكم والله في ناس الغل مني هريها بس الهزار مداريها. دي حقيقه يا جماعه، وفي حياتنا كلنا مش في حياتي انا بس. سيبك بقى من الرغي والهري الكتير، والله العظيم طبق كشك بصي هيرجعك لورا بقى، لورا بقى الايام مامتك وجدتك بقى. وبصي اكله حلوه قوي ومغذيه جدا. بس طبعا ولادي هيجي لهم ذعر لما يشوفوها، مش بيحبوا هما بالنسبه لهم الاكل ده اختراعات يعني فاهمه. الاكل بتاعنا بتاع زمان ده اختراع، اللي هو الكشك والبصاره والكشري بعدس اصفر والكلام ده كله، بس ما يهمنيش. انا بعمل اللي انا بحبه عادي، وبعمل لهم برضو والله اللي هما بيحبوه. انا رغيت كتير قوي، بس انا مش عارفه انا هنا كنت بقول ايه، فانا مش عارفه صراحه. الحمد لله خلصنا الوصفه وخلصنا كلام. يا رب اكون ضيف خفيف على قلبكم، وان شاء الله